النادي العظيم، النادي الجبار، النادي القوي، نادي الزمالك المصري ان شاء الله يوم الجمعة الجاية بطلا لكأس مصر. الرياض ان شاء الله هيبقى وشها حلو على الزمالك. النادي الاهلي هيجي يوم الاربع، طبعا هيقعد يقول لك بقى اما يتغلبوا يوم الجمعه اصل جينا متاخر، ما لحقناش نتعود على الاول بارك، ما لحقناش نتعود على جو الرياض وكل الشماعات دي. حط حسين عرضيه القفشه، عرضيه خطير والهدف يا نهار ابيض، خطير امام خطير، عرضيه خطير وهوبا يا ولد. على الكسفة اللي انت فيها يا حازم. حضراتكم الاستاد كل الناس روحت، كل الاحتفالات انتهت، كل الاشياء اللي ممكن تتقال اتقالت، وابقى انا وحيدا حزينا في هذا المكان افكر فيما حدث هذه الليله. ما حدث هذه الليله ليس غريبا بالنسبه لي، واجد دائما من اسباب سعادتي هذه السعاده الغامره اللي بتنتاب ملايين المصريين عندما اشعر بهذا الحزن المتكرر الدفين. انها قصه حياتي، انه الزمالك يلعب والاهلي يكسب. اتنين يا مفتري. اهلا بكم. انتهت مباراة نهائي الكاس بين الاهلي والزمالك، وفاز الاهلي 2-0 وحصل على اللقب، وفرحنا في الملعب واحتفلنا بالكاس وخلاص انتهينا. بعد كده في اليوم التالي خلاص بنركز في الماتش اللي بعد كده، ودي عادة الاهلي دايما. لكن طبعا اعلام الزمالك ازاي انهم ينسوا اللي حصل معاهم، فطلع الكلام كتير. اخر هبدة من هبدات الاعلام الزملكاوي اللي صدر من واحد المفروض ان هو صحفي على قناة المفروض ان هي حيادية وقناة رياضية محترمة، وطلع الصحفي ده بيقول لك ان امام عاشور لما اتكلم مع شيكابالا وحط ايده على بقه كده بيقول له شيكابالا ان هو ندمان على انتقاله لنادي الزمالك. طبعا هو كان معاهم وسمع الحديث اللي دار بينهم، ناهيك عن ان امام عاشور طلع بعد كده في تصريح وكذب المفروض اللي هو صحفي كذبه في الكلام ده. طبعا هو ما قالوش الكلام ده كلنا عارفين ان الكلام ده ما حصلش. هو قال له كان سأله سؤال، بس كان شيكابالا بيسأله سؤال بيقول له انت بعتنا بكام يا عشري. الهبدة يفضل دايما من سمات الصحفيين المنتسبين لنادي الزمالك. طبعا زي ما كلنا شفنا بعد انتهاء المباراة بين الاهلي والزمالك، شفنا اللي حصل من شيكابالا ودونجا، الاشارات اللي عملوها بالاشارة الى الاشارة عمل كده اللي هي بيقصد بها الساعات، وكلنا عارفين معناها. ولما عملوا كده دي طبعا بتعني ان زي ما بنقول في الكرة الماتش متباع، فده اتهام صريح بالرشوة. لحد الآن طبعا لم تصدر عقوبة ضد شيكابالا ودونجا على الفعل اللي اتعمل ده، برغم ان هو متصور في شريط المباراة. لو كلنا نفتكر كلنا فعلا فاكرين اللي حصل مع كهربا، لما كهربا هتف مع الجماهير وقال جملة تحتمل التأويل، الجملة في صريحها لفظ عادي جدا مش خارج ولا حاجة، ومتصورة بأشرطة موبايلات خارجية ما هياش واردة في شريط المباراة الأصلي. وبرغم كده القائمين على الأمر نصبوا نفسهم آلهة ودخلوا جوه كهربا وعرفوا نيته كان يقصد إيه، وعاقبوه بأشد العقوبات، إيقاف 8 مباريات، والعقوبة اللي كانت 1,000,000 جنيه اتخفضت لنص مليون جنيه. كان ناقص إنهم يحيلوا كهربا لمفتي الديار المصرية. لكن الوضع طبعا مختلف مع شيكابالا ودونجا، لحد الآن ما صدرش ضدهم أي عقوبة، وسافروا مع الفريق بتاعهم وهيلعبوا مباراة الجونة،
ولان دولت هم يعني العاده دايما مع لاعبي الزمالك. قدام الاهلي العقوبات تصدر من قبل ما يرتكبوا الفعل اصلا، لكن الزمالك يعملوا اللي هم عايزينه. مش اول مره يعملها شيكابالا. شيكابالا مش اخطا بس في حق النادي الاهلي ولا الكابتن محمود الخطيب، هو اخطا في حق الدوله المستضيفه. مين اللي هم اللي جايبين الحكام؟ مين اللي هيشتري الحكام الا تركي آل الشيخ؟ فالخطا هنا يعني خطا في اكتر من طرف. وبعدين لما كانوا بيقولوا مش لفظ خارج، القانون مش بالضروره انه بيعاقب على اللفظ الخارج بس، يعني القانون بيعاقب على اي خطأ يسبب ضرر للغير. يعني قواعد وقوانين الفيفا بتنظم موضوع استفزاز الجماهير ده، وبشهادة كل الموجودين في أرض الملعب إن جماهير الأهلي ولا جماهير الزمالك أيا منهم يتلفظ بأي لفظ خارج. الجماهير لما قالوا العبيط أهو كان ردا على شيكابالا واللي عمله. الموضوع كان ماشي حلو جدا يعني، لكن مين ده؟ شيكابالا يا جماعة لازم ان هو ياخد اللقطة. هو عايش على كده، عايش على استفزاز النادي الاهلي، ويبقى هو البطل والاسطورة، بطل من ورق واسطورة. يلا الله يصلح حاله. لكن احنا في انتظار صدور العقوبة ضد شيكابالا وضد دونجا في الخطأ اللي ارتكبوه ده. ما نشوف هيكون فيها عدل في الموضوع ولا لا، هيكون التزام بالقواعد واللوائح ولا ما هيكونش فيه التزام زي العادة.